مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، مستمرين ان شاء الله بإذن الله في تفريزات لرمضان وطول السنة بإذن الله. النهاردة ان شاء الله هنفصص البسلة بطريقة حلوة جدا جدا من غير تعب ولا مجهود. طريقتين النهارده الاتنين احلى من بعض. هقول لكم ايه هي الطريقة فعلا اللي انا استمريت عليها للآخر، والطريقة الأولانية كانت حلوة ولا لا. طريقتين النهارده حلوين جدا جدا، هيسهل معاكي بأمانة. لو عندك كمية كبيرة من البزلة الطريقة دي هتريحك جدا جدا، بدل تفصيص البزلة واحدة واحدة، واحنا كستات بيوت حقيقي بنتعب جدا جدا في تفصيص البزلة. النهاردة الطريقة دي بجد طريقة حلوة جدا جدا وهتسهل معاكي. طبعا قبل ما ابدا الفيديو حابه اشكر حبايبي اللي بيفعلوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق. جزاكم الله خير يا رب. دعواتكم ليا بقى عشان بردانه كده ودور كده صعب جدا، والله الحمد لله. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. انا النهارده معايا كميه من البزله زي ما انتم شايفين. طبعا جبت البزله بقى، وجيت طبعا تعبت شويه كده فمعرفتش ان انا اعملها، فبصراحه قلت لو انا سبتها هتبوظ. حطيتها كده على الرخامه وقعدت يومين كده على الرخامه، فبصراحه قلت لا ما منهاش فايده، هقوم اعملها وخلاص. جبت هنا حله كده ميه على النار، لما الميه غلت نزلت فيها بالبزله. وما تستغربوش من الطريقه دي، انا كنت مستغربه زيكم كده، بس لما جربتها بامانه، انا جربتها قبل ما اعمل بيها فيديو، والله مجرباها بسم الله ما شاء الله، طريقه حلوه جدا جدا. حطيت البزله كده في الميه اللي بتغلي لمده دقيقتين اتنين بالظبط، وبعد دقيقتين كده زي ما انتم شايفين احطها كده في المصفى علشان تصفي طبعا الميه بتاعتها. انا معايا الكيس دوت، والكيس طبعا دوت اكيد متوفر في كل بيت، لان احنا طبعا لما بنجيب هدوم لينا او لولادنا بيبقى معانا الكيس القماش دوت. زي ما انتم شايفين كده انا مسكت الكيس كده فتحته، وهحط بقى فيه جزء كده من البزله. عايزه اقول لكم ان البزله لسه سخنه جدا، فانا هحط جزء كده من البزله، مش هحطها كلها علشان اعرف ان انا طبعا ايه يعني افصصها كده زي ما انتم هتشوفوا الطريقه. وهمسك الكيس كده اقفل عليه كده بالمنظر ده، وهفرك كده ايه في البزله اكني بعصر طماطم. يعني فين لما بيحطوا طماطم في المصفى كده لما يكون الخلاط بايظ وبتعصروا فيها، اعملوا كده. امسكوا الكيس كده، البزله ذات نفسها كده وهي في الكيس، واعصروا فيها كده. ايوه افركوا فيها كده بالمنظر دوت. عايزه اقول لكم بامانه الطريقه دي حلوه جدا جدا. لسه في طريقه تانية هنجربها مع بعض. شايفين بقى زي ما انتم شايفين كده البزله اتفصصت لوحدها. الطريقه دي ممتازه جدا جدا بامانه، والله حقيقي يعني انا اتصدمت بجد بجد من المنظر. يعني ان انا اكون جايبه ما شاء الله اللهم بارك 6 كيلو من البزله واخلصهم في اقل من نص ساعه، دي حاجه جميله جدا جدا. بدل بقى ما تفصصي الواحده بوحدتها، لا الطريقه دي تحفه بجد. لسه طبعا في طريقه تانية ان شاء الله باذن الله برضو هتعجبكم. وهنا انا بطلع بقى القشر كده من البزله. شايفين القشر؟ لو لقيتوا واحده لسه فيها بزله، في ثانيه هتفتحوها كده البزله هتنزل منها. هي خلاص ما شاء الله بقت طريه جدا جدا، ما شاء الله اللهم بارك، في ثواني هتعمليها. وده بيكون شكل البزلة طبعا اللي احنا عملناها في الكيس. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفة بجد، جميلة جدا 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 بأمانة. ويلا بينا للطريقة التانية. طبعا كلنا عندنا في الكبة السلاح دوت عبارة عن سيليكون. السلاح دوت ينفع ان انا اعمل بيه التوم، وينفع كمان ان انا اقشر فيه البزلة او احط فيه البزلة بالمنظر دوت. ويلا بينا نشوفوا هنعملوها ازاي. عايزة اقول اني برضو هتسهل معاكم، هضربها ضربتين كده زي ما انتم شايفين، ضربتين كده صغيرين. ويلا بينا بقى علشان نشوفوا شكلها، هل الطريقة دي حلوة ولا الطريقة التانية. يلا بينا نشوف هنا كده زي ما انتم شايفين. هنا طبعا البزلة في جزء اتعمل فيها وفي جزء لا، زي ما انتم شايفين. انا هنا بطلع القشر بيطلع معايا، بس في كام واحدة كده برضو من البزلة لسه موجودين. وهنا بأمانة هقول لكم انا الطريقة اللي عجبتني، بس حبيت اوريكم لقطة كده صغيرة من الجزر. ان انا طبعا الجزر بحب ان انا اديله سلقة كده، يعني غلوة واحدة بس على النار علشان احطه مع البزلة، غلوة واحدة بس كده. وبعد كده اطلع على طول الجزر او البزلة على طول احطهم في قلب ميه بتلج علشان نوقف بقى السليق بتاعهم، علشان لما نشيلهم في قلب الفريزر يبقى كمان احلى من المصانع. الطريقه دي انا معتمداها من سنين ولسه ماشيه عليها وما غيرتهاش، طريقه حلوه جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين انا لما حطيت البزله على النار كنت حاطه اللي هي النيه، لكن اللي احنا سلقناها في الاول وعملناها في الكيس دي انا ما حطيتهاش. لكن اللي انا حطيتها على النار كانت البزله النيه اللي احنا عملناها في قلب الكبه. وهنا طبعا بعد ما خلصت كده طلعت بقى البزله على ميه بتلج، وطلعت كمان الجزر وحطيتهم يتصفوا خالص. ويلا بينا هنا نجففهم علشان نقولوا انه طريقه فعلا
اللي هي عجبتني في الطريقتين اللي انا عملت بيهم. بصراحه وبامانه الطريقه بتاعه الكيس كانت جميله جدا جدا، لاني طلعت لي البسله لوحدها بصراحه والقشر لوحده، لكن اللي انا عملتها في قلب الكبه طلعت لي البسله لوحدها برضو والقشر لوحده، بس طلعت لي القشر مفروم، ما طلعتليش القشره سليمه زي اللي انا عملته في الكيس. فكانت الطريقه بتاعه الكيس احلى طريقه بجد وبامانه. انا يعني عايزه اقول لكم انا عملت بيها احلى طريقه هي طريقه الكيس، طريقه حلوه جدا جدا. واللي حابب يعمل بالكبه وعنده الكبه وما عندوش الكيس يعمل برضو في قلب الكبه. الكبه هتريحك جدا جدا وهتخليكي تخلصي بسرعه. بس اهم حاجه اول ما تخلصي وتشيلي القشر طبعا اللي بتتعمل في الكبه، اول ما هتخلصي وتشيلي القشر على طول حطيها بقى في بوله كده كبيره تكون فيها ميه علشان القشر كله يعوم، وطبعا تشيلي منها البذله. بس بامانه الكيس طبعا كانت جميله جدا، اللي احنا حطيناها في قلب ميه لمده دقيقتين وبعد كده حطيناها في الكيس وعملناها بايدينا. دي كانت طريقه حلوه جدا جدا، وانا حبيت ان انا اعمل معاكم الطريقتين، واللي حابب يعمل باي طريقه يعملها. وهنا زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، انا طبعا عملت ما شاء الله ال6 كيلو، عملوا لي ما شاء الله كل الكميه اللي انتم شايفينها ديت. كل ما بلاقي حاجه في السوق، طبعا كل ما بنلاقي حاجه في السوق كده ويكون سعرها متهاود نجيبها ونخزنها علشان هتنفعك ان شاء الله باذن الله في رمضان، وهتنفعك طبعا طول السنه باذن الله. ربنا يا رب يوسع علينا وعليكم وعلى امه محمد يا رب. وعايزه اقول لكم مع احترامي الكل طبعا اللي بيجفف الخضار ني، انا بصراحه يعني مع احترامي لاي حد، انا بصراحه ما بحبش الخضار الني ده ابدا. انا طول عمري اعمل الطريقه دي، طول عمري في اي خضار انا بعمله انا بعمل هي الطريقه. طبعا في ناس كتير مع احترامي ليهم بيحبوا الخضار ني، لكن بامانه مش بيبقى طعمه حلو في الاكل، لا في طعم كده بيبقى غريب فيه. لان انا جربت ده وجربت ده، والطريقه دي حلوه جدا. ايه حله ميه على النار فيها معلقه صغيره من الكربونات، واول ما يغلي معاكي حطي على طول الخضار، اي نوع خضار انت بتجففيه وهتلاقيه معاكي جميل جدا جدا. وصفيه وطلعيه على ميه متلجه، هتلاقي الخضار معاكي احلى ما بتجيبيه كمان من بره. بامانه الطريقه دي حلوه جدا جدا. وطبعا بدل ما تجيبي الكياس الخضار المجففه اللي بتتباع بره في السوبر ماركت وكده، انت اعملي الخضار بتاعك في بيتك، بامانه بيبقى حلو جدا. والطريقه دي حلوه جدا جدا والله بامانه. وزي ما انتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل جدا وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.